اشتكى عدد من فلاحي محافظة القليوبية من زيادة الزحف الخرساني غير المنظم على الأراضي الزراعية. انتهت الأراضي الزراعية كلها بقت مباني دلوقتي. المباني سرحت في الأراضي زي ما انت شايف كده. وبقى في أراضي زراعية؟ ما بقاش في أراضي زراعية. تظاهر عدد من أهالي محافظة الفيوم للمطالبة بالتحرك لوقف الاعتداءات على الأراضي الزراعية. التعدي على نحو 1.5 مليون فدان، وحذر فلاحون من تلاشي الأراضي الزراعية بسبب التوسع في البناء. المباني زي ما حضرتك شايف في قلب الخضرة. وهنا أراضي زراعية من أجود الأراضي، يعني الفدان في الأراضي الزراعية هنا ب100 فدان في الجبل. خسارة دلتا النيل لمساحات شاسعة من أجود الأراضي. دي الخسائر التي لا تعوض. ما تعرفش تزرعهم تاني. يرضي ربنا ان الرقعة الزراعية تتآكل. كل واحد عنده نص قراط هيبني عليه. الأرض بارت خلاص، الأرض بارت وانتهت. دلوقتي الأرض الزراعية قربت تنتهي هنا. هنزرع فين بعد كده؟ هناكل منين؟ ولما تفضى أرض مصر دي هناكل منين؟ احنا بقى لما تبني هناكل منين؟ وبعدين ناكل منين يا معلم؟ كل الغذاء كله يا جماعه الداخلي كله دول من ايد الفلاحين. والفلاح ما كان بيزرع بطل يزرع، هيعمل ايه؟ هيؤدي بينا كمصر ان احنا نفقد الثروه الزراعيه والحيوانيه. هيزرع ايه؟ يزرع شعر. شهادة أمام الله عز وجل بدل المرة 10 أن تآكل الرقعة الزراعية في مصر بهذا الشكل واحدة من الحاجات اللي قطمت ظهر مصر. سبب الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها دي أحد أسبابها عارف إيه؟ تآكل الأراضي الزراعية. الحقيقة أن احنا في كارثة كبيرة قوي. حالات التعديات للبناء على الأرض الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 لحد سنة يوليو 2018 بلغت تقريبا 1,900,000 حالة تعدي. الناس بتقول لك فرصة نبني طالما في ثورة وكده، وزي ما يحصل يحصل. من ساعة الثورة وجاي ما حد سائل فينا بأي حاجة. الفلاح انتهى، يعني الفلاح يعتبر مات. فين الدولة من ده؟ فين الاستراتيجية؟ مفيش. فعندما تتحول الأراضي الزراعية إلى مبان دون رقيب أو حسيب يوضع الأمن الغذائي للبلاد على حافة الهاوية. وحتى الآن يعجز النظام عن حماية الرقعة الزراعية التي تآكلت بشكل كبير. فهل تتحرك الدولة قبل أن تتحول كل المساحات الخضراء إلى غابات إسمنتية؟ ماهوش حريص أبدا على الرقعة الزراعية. دولة مش موجودة. ما انت لو عايز تحمي الأرض امسح كله. الحل انك انت تنفذ قانونك العسكري، الحل انك انت تضرب بيد من حديد على ايد اللي يجرف الارض وخلوهم ينضفوا الارض ويزرعوها تاني. الحل انك انت تهد البيوت المبنيه على الارض الزراعيه. السيسي الطاغوت بيهدم البيوت. تهديم البيوت، هدم المباني. هو السيسي عمل موضوع الانزالات ده ليه؟ طب بيهد ليه؟ ليه بيهدم البيوت الآن؟ طبعا ادعى انها مباني غير مرخصة وكده بحجة انها مخالفة. عشان هم مخالفين. بحجة مخالفة قوانين البناء. بزعم إزالة المخالفات على الأرض الزراعية. بحجة ان ده في مصلحة البلد. ايه المكسب اللي هيعود على الدولة من كده؟ بالله عليكم شوية مباني مخالفين، هم مشكلة مصر؟ ده عقارات مخالفة يا عم، فيها يا عم ناس بانية بالمخالفة. مخالفات المباني أو الاعتداء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة ما موجودة بقالها سنين طويلة. إيه المشكلة؟ كل الدنيا وكل الدول فيها مخالفات. إيه المشكلة؟ النظام ده عم الحاج بيعمل كده ليه؟ خطط مثلا وضعتها جهات خارجية. انتوا بتعملوا خطة جديدة لإعادة تقسيم مصر. الهدف هو التخلص من سكان مصر. هيهد نص بيوت الشعب. والله هول. هدم نصف العقارات في مصر. هول يا جماعة. بيجيب البيوت على راس اللي فيها. آلاف الجماجم. بيوت بتتهد فوق أهلها، يهدوا البيوت فوق رؤوس الناس، هدم المباني على رؤوس الناس. يقتلونهم ويحرقون بيوتاتهم ويعلقون رؤوسهم على امام بيوتاتهم، وكلها بيوت مسلمين. خليني اقول لك معلش اللي في قلبي، السيسي انتقل من مرحله الحرب على الاسلام الى مرحله الحرب على المسلمين، وجاي يقتل المسلمين، عاوز يهجر المسلمين. خلاص بتعلن عدائك للاسلام كله. شوفوا المطلوب يا جماعه ان احنا ننزل في كل محافظات مصر، لكن بشرط ان يتحركوا بامواج مثل الطوفان، فيضان ياكل يدمر كل شيء. اطلع يا اخي دافع عن دينك يا اخي.